رجل هز عرش مبارك، المشير عبد الحليم أبو غزالة. مين أقل المشير أبو غزالة؟ أمريكا ولا مبارك؟ وإيه اللي وتر العلاقة ما بين مبارك وأبو غزالة اللي جمعتهم صداقة قوية جدا؟ الصراع على السلطة ولا وقيعة دولية؟ صدام حسين قال لمبارك: يا سيادة الرئيس، مين بيحكم مصر؟ أنت ولا سيادة المشير؟ فيا ترى إيه اللي وقت ما بين مبارك وما بين أبو غزالة؟ وهل منحنى العلاقة ما بينهم ما بين أبو غزالة ومبارك خد نفس منحنى علاقة جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر؟ تعالوا بينا نشوف الحقيقة في باب الحقيقة. حادث الأمن المركزي سنة 86، النعوش الطايرة، رجوع 8000 مصري في نعوش من العراق فيما تعرف بقضية النعوش الطايرة، عملية الكربون الأسود واختراق البنك، اختطاف سفينة إيطالية سياحية بإيد فلسطينيين، ومبارك جه يخرج مجموعة الخاطفين على طيارة مصرية راحة لتونس، فقامت أمريكا خطفت الطيارة المصرية، والكلام اتقال إن أبو غزالة هو اللي بلغ عن الطيارة المتجهة لتونس. كلها مسامير دقت في نعش علاقة مبارك بأبو غزالة. وللي ما يعرفش إن أبو غزالة ومبارك جمعتهم علاقة صداقة قوية جدا، دول كانوا دفعة واحدة، الدفعة اللي اتخرج منها أبو غزالة وهو الأول على دفعته. فيا ترى مين اللي أحق بالرئاسة؟ وليه قام صراع ما بين الاتنين دول حوالين الرئاسة وحوالين حكم مصر؟ وإيه حقيقة تورط مبارك وأبو غزالة في حادث اغتيال السادات، حادث المنصة؟ تعالوا نشوف الحقيقة في باب الحقيقة. هل اتفق مبارك مع أبو غزالة على اغتيال السادات والتخلص منه؟ هل فعلا مبارك اتفق مع أبو غزالة على التخلص من السادات في أحداث المنصة؟ بعد أحداث 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك، ابتدت الشكوك والأصابع الاتهام تشاور على مبارك بأنه كان شريك في أحداث المنصة، وإن اتفق مع صديقه أبو غزالة عشان يتخلص من السادات، يبقى أحد المشاركين في عملية اغتيال السادات. فيا ترى إيه الحقيقة؟ عشان نعرف الحقيقة خلونا نرجع قبل شهور من أحداث المنصة، لما كان الفريق أحمد بدوي هو وزير الدفاع. الفريق أحمد بدوي ما كانش على وفاق خالص مع حسني مبارك، وكان دائم الشكوى منه للسادات، لغاية ما في مرة جه واشتكى للسادات منه وقال له إن مبارك بيتدخل كتير في أمور الجيش، وده عصب السادات جدا. ليه يا مبارك بتتدخل في أمور الجيش؟ بس فضل محوشها على جنب لغاية ما منصب وزير الدفاع فضي بسبب حادث سقوط الطائرة الهليكوبتر اللي كان فيها أحمد بدوي في ظروف غامضة، ودي لوحدها قصة وموضوع. المهم عشان ما طولش عليكم في الموضوع، ممكن نبقى نحكي القصة دي في مرة تانية. بمجرد سقوط الطائرة دي ووفاة أحمد بدوي، منصب وزير الدفاع بقى فاضي، وكان ساعتها مبارك هو نائب السادات، فرشح أبو غزالة صديقه دفعته إنه يتولى المنصب. وبصراحة هو رشحه مش عشان بس هو صديقه، أبو غزالة هو الأول على الدفعة، وحصل كمان على شهادات كتير، غير إن هو كان بيجيد 3 لغات بطلاقة، فرنسية وإنجليزية وروسية، فكان جدير بصراحة بالمنصب. تولى أبو غزالة المنصب، ومش دي كانت أول مرة يرشح مبارك أبو غزالة لمناصب مهمة. ففي أواخر السبعينات بعد انتصارنا في 6 أكتوبر ومفاوضات السلام، رشح مبارك أبو غزالة إنه يكون ملحقنا العسكري في أمريكا، وهناك أبو غزالة عمل شغل فاخر على الآخر، وهنعرف هو عمل إيه قدام. الكلام بقى اللي دار مؤخرا إن قبل وفاة السادات بأسبوع، قبل حادث المنصة بأسبوع، كان السادات خد قراره بأنه هينحي مبارك من إنه يكون نائب ليه، وهيخلي النائب مدني مش عسكري. وقال للسكرتير بتاعه، السكرتير الخاص بتاعه فوزي عبد الحافظ، قال له قول لمبارك يقعد في بيتهم وأنا لما عاوزه هقوله. وبالفعل قعد مبارك حوالي أسبوع في البيت. و5 أكتوبر قبل حادث المنصة بيوم واحد، مضى السادات قرار تعيين دكتور عبد القادر حاتم نائب ليه، بس قال لهم ما تبلغوش مبارك، خلوه يحضر الحفلة اللي آخر مرة كنائب رئيس. وفعلا هو حضرها لآخر مرة كنائب رئيس. طبعا كان أبو غزالة على شمال السادات،
ومبارك كان على يمين السادات. وشهود العيان اللي حضروا الحادثة قالوا إن الإسلامبولي قبل ما يضرب نار على السادات قال لأبو غزالة وسع، وبعد كده ضرب نار على السادات. لكن أبو غزالة اتصاب بشظايا في ودانه وإيده، وكمان مبارك اتصاب في إيديه بس إصابة بسيطة. كل الكلام ده ما تثبتش صحته. رقية بنت السادات لما طلعت وقالت إن كان في شنطة مع والدها فيه ممضي فيه قرار تعيين دكتور عبد القادر وقرار تنحية مبارك من إنه يكون نائب ليه، الشنطة دي بعد الحادث اختفت. لكن كل ده كلام ومحدش عارف يثبت حاجة. فين الشنطة؟ فين الاسم اللي مترشح تاني كنائب للرئيس؟ وخاصة إن بعد أحداث المنصة دارت المفاضلات ما بين أبو غزالة وما بين مبارك كنائب رئيس، وأبو غزالة وزير الدفاع اللي شعبيته متزايدة في الجيش ومع الجمهور وحتى مع كبار الدولة. فرجال الدولة في الوقت ده قالت طالما كده الاختيار واقع ما بين عسكريين، فخلاص خلينا نفاوض ما بين أبو غزالة ومبارك. وبما إن أبو غزالة شعبيته متزايدة ومجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب ونوابه كانوا في صف أبو غزالة، إلا إن الدكتور فؤاد محي الدين رئيس الوزراء وقتها كان ليه رأي تاني خالص. لما شاف كفة أبو غزالة هتربح، عمل حيلة ذكية خطف بيه موافقة أبو غزالة على إن مبارك هو اللي يتولى الحكم. لما جمع رجالة الدولة كلهم وقيادات الجيش، قال للفريق أبو غزالة وقتها، قال له يا سيادة الفريق، اجتمع الرأي إن نائب الرئيس حسني مبارك هو اللي يتولى الرئاسة، فإيه رأيك؟ وهنا رد أبو غزالة رد حاسم قاطع، قال وهي دي فيها كلام؟ طبعا الأخ حسني مبارك هو الأولى والأقدر بالمنصب ده، هو اللي كان ملازم السادات وأدرى واحد بالملفات والقضايا اللي كانت مفتوحة أيام السادات. فلو كان في نايب تاني والحاشية اللي حوالين الرئيس السادات في الوقت ده كانت على علم بده، ما كانتش هتسكت، كانوا هيقولوا ما في نايب تاني كان دخل على الأقل وسط المفاضلات، حتى لو ما كانوش هيختاروه بس كان اتذكر اسمه وسطين، ما كانش المفاضلة ما بين أبو غزالة ومبارك بس. وليه اللي بيسأل ليه فؤاد محي الدين عمل كده؟ فممكن فؤاد محي الدين فكر في إن مصر هتخش في صراع على السلطة وعلى الحكم، وهي لسه خارجة من حرب ومفاوضات ولسه سينا ما تسلمتش كاملة، فقال بقى يحسم الأمر. وبصراحة أبو غزالة ما كانش ليه أي مطمع للرئاسة، دي كانت خلاص متسلمة له بيضة مقشرة على طبق من فضة، لكن ملهوش أي مطمع في الحكم. بعد ما مبارك مسك الحكم، رغم إنه شاف إن أبو غزالة غريم ومنافس قوي ليه، إلا إنه لا نحاه ولا عزله ولا أقال، بالعكس ده في إبريل 82 بعد توليه الحكم رقاه من فريق لمشير، وبعديها بكام شهر في سبتمبر برضو 82 خلاه نائب رئيس مجلس الوزراء. فهنا مكنه من مفاصل الدولة واداله صلاحيات أكتر. فده اللي يخليك تقول إن العلاقة ما بين أبو غزالة ومبارك ما تأثرتش بالحدث اللي فات، بالعكس دي كانت علاقة قوية جدا، سمنة على عسل وشوية قشطة وطحينة وسمي وتعالى كل. فإيه اللي حصل بقى عشان تنتهي صلاحية العسل؟